السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله ايه يا وبركاته. شيخ عبد، انت شايف رن عليا يعني النهارده؟ ايوه يا عم، رن عليك امال رن عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا حاج محمد. عامل ايه يا عم؟ الحمد لله. والله يا جماعه قالوا لي النهارده ان الحاج محمد شرقاوي جاي لك عشان المشكله بتاعت الارض دي. خير. والله خير يا عم الحاج. في واحد هو الاستاذ اللي قاعد جنبك دوت عمال بيلف ليله البروط اللي شاريه، وبدنا اعمل مصنع هنا واستثمر فيه ناس العواطليه والشباب العواطليه يا عم الحاج عبد يا شيخ عبده. تمام. وحته حلوه للشباب، اي شباب عواطله ولا اي حاجه هيشتغل وهياخد له 10000 في الشهر. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انت استاذنت من الجار الاول صاحب الارض دول؟ انا اشتريت من صاحب الارض. انا ماشي. شاري. صاحب الارض عايز يبيع. عم الشيخ عبد مش انت كلامك غير بالطيب. انا اتعرض عليا في جميع الدول العربيه كلها افتح المشروع المصنع. ما هو بص يا عم عبده، بعد اذنك جرب علينا. بص يا عم عبده، دو تاسيس المصنع. تمام. اهو تاسيس المصنع، اهو تاسيس المصنع اهو. دوت لسه على العمدان لسه بتجفف. تمام. يابا. اول حاجه هيبقى التشطيب نفس النظام. البلد دي مش اولى بالمصنع. ايوه طبعا. تمام. دي بلدي واهو دي الحاجات والمكن وكل حاجه اتصممت وهجيبها فين؟ في مصر. تمام. ده من روسيا. روسيا وامريكا وتركيا وكندا والدول دي كلها بقالك هي. كام سنه في البلاد بره؟ انا لاقي 85 سنه بره. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ربنا يطول في عمرك. حسابت كل حاجه واديت الراجل حق الارض بتاعها. هو جراد هينحط هنا على الطور هناك اهو، وهنروح افرجك عليه. يا عم الحاج محمد عمال بيلف، هو ده شغل السمساره بتاعته، واخد بالك، وعايز يطلع عليه بحسن بس احنا عارفين، فهيقعد يشوش شويه في القصه مش ينفع. تمام. صلي على النبي. على افضل الصلاه. حاج محمد. نعم يا شيخ عبد. احنا يا باشا العقد اهو. الراجل دون اشترى من الناس دي. ما استاذنيش، ايجار الارض مش استاذن. حقك ده من حقك اصلا ان انت تقول اللي انت عايزه. اللي انت شايفه يا عم شيخ عبده بس كان يرضي ربنا اللي انت شايفه. صلي على النبي. اللهم صل عليه. الراجل دون جاي بلاد بره ليه 85 سنه في بلاد بره. تمام. وربنا كرمه ربنا يوسع عليه. سافر المانيا يا عم. بس 85 يستاذن جار سنه. الارض، يستاذن جار الارض. 85 هو سنه. حقك. الارض دي الجراد دول ان شاء الله هينفع البلد بتاعه وتلاقي كتير. هستثمر هنا هفتح مشاريع غزل البنات. هفتح غزل البنات. هيبني مشروع هنا غزل البنات اللي هو الحلبسه دي. امال ايه؟ البلد دي اللهم صل على النبي العواطليه كتير على الكوبري. وناس جايه من الصين حتى تصمم الحلويات. طالما مش لازم ليه؟ طالما مش لازم ليه؟ انا عايز نص مليون عشان ينزل الارض. لا 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 كتير يا حاج محمد. اتكلم انت يا شيخ عبد. صلي على النبي. عشان هيبقى كتير النهارده محمد. 300,000 300,000 مش هينزل الارض. لا لا صلي على النبي. عندي معاك. انت طبعا اخترت ان انت تقعد حداياني. ماشي. وانت بعد احترامي ليك وبعد احترامي ليك تسمعوا كلامي صح؟ عشان يكلمني. قعدنا من فوق. الله يخليك كمل الحته دي. الراجل ده ان شاء الله هديك 300,000 ووقت ما يشتغل المصنع هيبقى انت الغفير بتاعه. مين اللي هتستفيد؟ انت شايفه يا عم. ماشي يا عم الحاج. والعقد اهو يا عم الحاج. طالما العقد موجود والحاجه موجوده تيجي والتصميم موجود. بعد اذنك اوريك المصنع. طبعا هروح نشوف المصنع ان شاء الله. تمام. يا عم الشيخ عبد، و32 دولة أوروبية بتحايلوا عليا يا أستاذ محمد الشرقاوي تعالى استثمر عندنا، وأنا رافض. قلت بلدي أولى بيا ومصر أولى بالخير اللي هعملها هنا. والله يا ابني جزيك كل خير ان شاء الله. والبلد دي ان شاء الله البلد دي الوحيده اللي هتدعي لك، لان فيها العطله كتير، ويكفي ان هي هتطلع من البيت تشتغل هنا. تسلم. الله ينور عليك. هتطلع المصنع تشتغل في البيت، ولا اركب عربيه ولا اروح مواصلات. ادي الفكره في كده يا عم الحاج. هنوفر عربيات، هنوفر ناس، هيطلع من شكته هيخش المصنع يشتغل فكاهي، وكمان واللي مش عنده دين ولا في الشغل وبتاع هياكل عيش وطعميه، واللي بعامل ضميره هياخد وجبه نص فرخه ورز بسمات وطحين. دول اللي بعامل الضمير معاه كده بقى. انت شايف وشهريه 10,000 جنيه. جزاك الله كل خير.